تنظيف القلوب من الحقد ومن الحسد ومن البغضاء. لقد دب الحسد الآن بين الناس، جيوبهم مملوءة وبطونهم مملوءة وثلاجاتهم مملوءة ومخاويلهم مملوءة وقلوبهم مملوءة حقد وحسد. إيش هذا يا إخواني؟ الحسد داء يقتل الإنسان، قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. نظفوا القلوب ولا تحقدون على بعض. إذا رأيتم إنسان الله أنعم عليه فقولوا الله يزيده من فضله، هو أخذ حقك، ربي أعطاه، ربي جعل الخط يجي على بلاده ولا على زرعه، ربي جعل له أولاده وتوظفوا، ربي جاله برزق من الله عز وجل، قل الله يزيده. لكن إيش ما يجيه هو والله أن يعرفه إنه ما كان عنده عشاء ليل، إنه كان يقوم الكلب ويرقد مكانه وقد معه ذا الحين. طيب أخذ من حقك شيء ولا حسد؟ تعترض على قسمة الله. من الذي يرزق؟ إنه الله. من الذي يوزع الأرزاق بين الناس؟ الله. يقول الله نحن قسمنا. نحن من هنا؟ الله واحد، لكن يقول نحن للتعظيم. نحن أي الله، مرسوم إلهي. قسمنا فعل ماضي يعني منتهي المسألة. والله لو طرد الوحوش ما تلقى إلا المكتوب لك. يقول والله أيمانا مكررة 3 من يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صم ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براه الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، فغنى النفوس هو العفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. شوفهم الآن أغنياء ولكن تسأله يقول والله الأمور صعبة والعمولة والله نقصة والسيولة ما عندنا، وتشوفه كأنه فقير. اي نعم. بينما المؤمن غناه في قلبه، ذاك فقر بين عينه وذا غناه في قلبه. اقنع بما رزقك الله ولا تحسد مسلم على رزق أعطاه الله.